السلام عليكم. اليوم عندنا قصة يا اخوان، وكان في واحد معطيني مقدمة على اساس اني اقولها قبل القصة، بس ما شاء الله ما ارتحت لها. فيها هيا نغوص بكم الى عالم حركات الاذاعة. من اضعف الفترات اللي مرت على الاندلس هي فترة حكم ملوك الطوائف. 22 مملكة، 22 ملك يعني. انت فاضي ما عندك شيء تبي تصير ملك؟ يلا ملك، خلك عندنا ملك عادي. كانت الممالك صغيرة ومفرقة، فجازت للملك الصليبي الفونس السادس، فكان يجي عند كل مملكة يقول ادفعوا لي الجزية، ولا هدمت عليك مملكتك كذي اللي 6 في 4، فكانوا يدفعونها. كانوا كل ملوك الطوائف يدفعوا لها الجزية، الا مملكة بطليوس حاكمها المتوكل بن الافطس. قال ما بيني وبينك لا بحر ولا شيء، بيني وبينك حد السيوف، تبى الجزية تعال خذها. هم يروحون للفونس وقالوا المتوكل بن الافطس عي يدفعها. قالوا ايش قال؟ قال والله يقول بيني وبينك حد السيوف ومدري وين. قال لا فكونا منه، فكونا من مشاكل، خلوه لا تثورون علينا، خلوه ما نبي. الوك هادي وتمر السنين والممالك تدفع الجزية والامور ماشية، لين سوى الفونسو الحركة اللي لعبت فيه ولعبت فيه اللقافة. قال الفونسو الوزير بن شاليب يهودي، قال له روح لمملكة اشبيلية وغرناطة حاكمها المعتمد بن عباد. قال روح له طال عمرك قول له عطنا مفاتيح جامع قرطبة. راح بن شاليب اليهودي خبر المصة، راح لبن عباد كيف الحال يا بن عباد شلونك؟ عطنا مفاتيح جامع قرطبة. قال ابن عباد ويش؟ قال عطنا مفاتيح الجامع. قال ابن عباد وش لزومك في الجامع؟ قال ملكة اسبانيا بتولد عند المنبر. قالوا ضاقت عليها الارض ما لقيت تولد عند المنبر عندنا. قال ابن شاليبي هذا ود الملكة. قال ابن عباد اسمع، اخذ لك ذهب بس وتوكل على الله. قال لا عطنا مفاتيح. قال ابن شاليب توكل على الله من ربك العافية. قال انا وزير الملك ابن شاليب، ما تطردني ولا تردني. قال قال وانا ابن عباد. هو يطلع السيف طال عمرك ويضرب راسه، ويلتفت ابن عباد قال عطوا راسه الحرس اللي جايين معه. الحرب ثورت، هو يطلع واحد قال الراس ذا تبعكم. قال هاكم الراس يا. يوم دروا الفونسو راس الوزير جايه. قال هذا من؟ قال هذا من؟ الحين ما تعرفه؟ هذا وزيرك قص راسه ابن عباد. قال يلا حاصرنا اشبيليه يلا يلا. والله هو الفونسو يحاصر اشبيليه ويكتب رساله لابن عباد، قال له بالله ارسلنا مروحه عندنا حر. مهستر الكافر زاحف. يوم قرأ الرسالة ابن عباد هو يقلبها ويكتب عليها والله ان ما رجعت اني ارسل لك مروحه من دولة المرابطين حقنا المغرب دواهي. قرأ الرسالة الفونسو وهي يلتفت على اللي عنده. قال يا ولد هذا يقول بلاد دولة المرابطين ذولي كم جنن يرجون الارض رج. قال لي بجنبه يا ولد انت ايش تبي بتمسح منه؟ قال يا ولد ندري. انسحبنا انسحاب. يوم شافهم ابن عباد انسحبوا، هو بس من طاري دولة المرابطين انسحبوا. قال يا ولد احنا لقينا درب عليه، لقينا درب على الطاغي هذا عرفنا له. وابن عباد يسوي اجتماع مع 22 دولة حكامهم. قال اسمعوا هذا العلم اللي صار، وش رايكم نعلم دولة المرابطين صدق؟ نعلمهم ونخليهم يجون هنا يفزعونا. قال واحد من الجالسين طيب ايش يضمن لنا اذا دولة المرابطين فازت انها ما تقعد في الاندلس؟ يمكن تقعد ويخلونا نرعى اباعرهم اللي دايم. قال ابن عباد والله اني لو ارعى البل في صحراء المغرب اني خير من اني ارعى الخنازير في اوروبا. هو يقوم المتوكل ابن الافطس خوينا الاول قالوا ونعم الراي والله. ويقوم الملك عبد الله بن بلقين قال والله ونعم الراي صدق. اقدم يا ابن عباد احنا معك، بس اقدم وعلم دولة المرابطين خلهم يجون هنا يفزعونا. قال تم. يوم وصل الخبر لزعيم دولة المرابطين يوسف بن تاشفين ان اهل الاندلس يبون فزعه. قال الحمد لله. هو ياخذ جيشه طال عمرك ويضرب بهالبحر رايح لهم. يوم درى الفونسو يوسف بن تاشفين جاء الاندلس، هو يصيب هالشر، هو يلتفت اللي عنده قال يا ريجي روحوا صحوا اوروبا، روحوا قولوا يوسف بن تاشفين جاكم، المرابطين جوكم تجمعوا نبي جيش. يوم تجمعوا الجيشين في مكان اسمه الزلاقه، والفونسو يلتفت اللي عنده قال يا رجال اسمعوا كذا ما نبقى قادرين، لازم نخدع يا اخي، فكروا معي انا راسي يوجعني فكروا. كتب الفونسو رساله فيها قال يوم الجمعه يوم الاسلامي عندكم ما نمت حاربين، والسبت يوم يهود ما نمت حاربين، ولا حد يومنا ما نمت حاربين، خلينا نتحارب يوم الاثنين. ويكتبها الفونسو. يوم خلص من الرساله الفونسو وهو يلتفت اللي عنده قال تتوقع تمشي عليهم الحركه هذه؟ قال والله انت ما انت بسيط والله، اعطني مدير رساله. قال يلا ودها لهم. يوم عاين في الرساله وقراها يوسف بن تاشفين قال استعدوا بحربنا يوم الجمعة. بيمشيها علينا الخواجة هذا الغبي. استعدوا يوم الجمعة يوم الجمعة. يوم جاء الفجر ولا الفونسو يدخل بجيش على المسلمين. يوم دخل الرجال قايمين بأسلحتهم. قال مو المفروض ان نفاجئهم ولا؟ قالوا مضبوط حارب. والمسلمين يلعبون لك فيهم لعب. واحد من المسلمين يلحق الفونسو يلحق بس فوق رجلها اللي قاطعها ويجي بيكمل عليه وينحاش الفونسو. قال يا ولد مو بصاحي. يوم انتهت الحرب وانتصروا المسلمين هم يجون عند خويهم. قال يا ولد ذبحت الفونسو. قال يا رجل مو بصاحي، رجل ترفس بس خنزير يا ولد انحاش مدري كيف. انحاش الفونسو لمدينة قشتالة هناك قاعد فيها لين ادود ومات. وكان هذا اول انتصار للمسلمين عليه من فترة طويلة. يوم رجع يوسف بن تاشفين للمغرب جت مشاكل مرة ثانية بين ملوك الطوائف، تحاربوا هم بينهم ورعين، فرجع يوسف بن تاشفين وضمهم كلبوهم لدولة المرابطين. وبكذا يا اخوان انتهت فترة حكم ملوك الطوائف اللي امتدت من عام 422 هجري الى 479 هجري. هيا بنا نغوص ان شاء الله في قصة ثانية. مع السلامة.
مساكم الله خير. اليوم دخلت على اخوي الصغير وهو يلعب سوني، قلت يا ولد انت دايم طايح السوني، انت والله ما تروح تلعب في الحاره مع الناس. انا ما يرد علي وانا افصل السلك. انا استعجلت فيها. طبعا اخوي الصغير اصغر مني بالعمر بس ولا هو اطول مني واعرض. حط الرجال يد السوني وقام. وهذه اللحظه اللي انا كنت خايف منها من السنين، ان اخوي الصغير يقدر يجلدني. جاني لين وقف عندي وبدا عاد صوته هو يخوف، لان تعرفون المرحله العمريه ذي اللي من 16 ل 17 صوت يتغير صوتهم. وقف عندي وقال عطني السلك. الحين انا يا اخوان بين خيارين، يا ثبات يا انكسار. قلت طيب بعطيك بس بتطفيه شوي. هذا يا اخوان الانكسار. ما عاد لهم حماس يلعبون في الحاره. انا الاول معي ديدسن 93 اروح اجمع فرقتنا في الحاره، كلبونا فريق برازيل صفراء وسروال اخضر طويل، تقول فريق صاعده. كنت اخذهم ونروح للحاره الثانيه نلعب. مرات الفريق الثاني عي يقول انتم معكم واحد كبير، نقول لا والله مو بكبير هو وصلني بالعيال استعجل وعندي استلام شوي. ما عندنا اي تكتيك، اللي معه الكره نلحقه، كلبونا معه نعدي، نلخم الفريق اللي قدامنا، عبد الله سعد مرر، عبد الله احنا نعدي معه، اخترق الضاحيه ودايم ننهزم دايم، احنا حاطين الدفاع اثنين. واحد منهم مرات يطلع يدخن برا ويقول للثاني غط مكاني، فما يمديه يلحق. ولا نقدر نسجل لان معهم مدافع اسمه مشعان، رجل كبيره، المشط حق رجله من المرمى لخط 18 هذه بس رجله، ويعرقب لنا يطرح ولا عمرنا فزنا. وإمام مسجدنا معلمنا يقول والله ما تفوزون فلان معكم. احنا معنا واحد من العيال كان يسرق مساجد من اول يسرق، نرقع 9 8. لا وبعد المباراه نتجمع احنا فرقتنا ونسلم على بعض، ما قصرتوا يا شباب ما قصرت. نركب الددسن ونلف على الرجل مشعان ونروح للحاره. السلام عليكم. معلش يا اخوان الفتره اللي راحت ما قدرت انزل قصص لاني والله كنت مزكوم. انت بعد تخيل انك تسمع قصه من واحد كل ما تنفس يصفر خشمه، صعبه والله. في وقت الدوله الامويه كان الخليفه عبد الملك بن مروان جالسا في مجلسه وعنده شعار هالمصايب، جرير والفرزدق والاخطل، ذول قد اختموا الشعر يعني. وكانوا الشعار يسولفون مع الامير، ما دروا اليوم دخل عليهم اعرابي جاي من البر. يلا حيا حيا ميا استرح ويجلس الاعرابي. قال الاعرابي يا الخليفه والله اني غير جاي هنا ياخذ لي اغراض وذكرتك وجيت اسلم عليك. قال يا مرحبا، يقول الخليفه يا مرحبا والله انا الساعه المبروكه الله يبقيك الله. والاعرابي يلتفت ويعاين في الشعراء اللي جالسين الا ما يعرف منهم احد، يعرفهم بالاسم بس ما يعرف اشكالهم، ويقعد يسولف هو الخليفه سوالف بس هو الخليفه. درى الخليفه عبد الملك ان الاعرابي ما يعرف الشعراء اللي جالسين. قال والله زانفت لي وهو يقوم ينشده. قال يا الاعرابي، قال سم، قال بنشدك، قال اسلم. قال الخليفه يا الاعرابي وش اعظم بيت قيل في الهجاء؟ قال الاعرابي هذه ما تبي لها نشده طال عمرك، والله انها اوضح من عين الشمس. بيت جرير يا طويل العمر يوم يقول فقد الطرف فانك من نمير فلا كعب بلغت ولا كلابا. قال الخليفه اشهد بالله انك صاد. اي والله. والاعرابي ما يدري ان هذا جرير وهذا فرزدق وهذا الاخطل، ما يعرف اشكالهم بس يعرف اساميهم. قال الخليفه طيب اسمع بنشدك سؤال ثاني. قال اسلم اسلم. قال وش اعظم بيت قيل في الغزل؟ قال اعظم بيت في الغزل الجرير بعد طال عمرك. قال ويش؟ قال اي والله الجرير. يوم يقول طال عمرك إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيينا قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لحظك به وهن أضعف خلق الله يركان. والخليفة يدق تثبت قال أشهد بالله أنك صاد أشهد بالله. وجرير جالس مستانس يا رجل له فرض له بسماء. هذه تغبنا فرزدق غبن. قال الخليفة طيب يا العرابي وش أعظم بيت قيل في المدح؟ قال الجرير. قال يا ولد، قال والله الجرير أنا والله ما عبد الله الحق. يا ولد جرير ما مثله. يوم يمدحك طال عمرك يقول ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح. قال الخليفة أشهد بالله. يا ولد أشهد. قال داري جرير. قال الخليفة يا الأعرابي قد شفتك يا جرير تعرفه؟ قال لا والله ما زد شفته والله ما غير أسمع به. قال طيب ودك تقابله؟ قال لي بالله تكفي المين. قال الخليفة ابشر بس سعد والله ما تبي تقابله. جرير عانه أنا اللي جالسين عندك عانه ليمينك، وهذا الفرزدق وهذا الأخطل عانهم كلهم هن إياه. يلتفت الأعرابي ويقابل جرير ببيت. قال حي الإله أبا حرزة. ألا الأخطل وراه يتبسم. قال ورغم أنفك يا أخطل. والأخطل يقوم يتلفت ليه الغلط يا كابتن ليه الغلط يا. والأعرابي يلتفت على الفرزدق. قال الفرزدق أنا هجتني أنا مسطني بوحدها الحين. قال الأعرابي وجد الفرزدق أتعس به ودق خياشيمه الجندل. هو يقوم الفرزدق قال هي خربت والله ما خليك. واستانس عبد الملك مروان تربع زانت الجلسة. قال الفرزدق بل أرغم الله أنفا أنت حامله يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل. ما أنت ذا الحكم إذ ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذا الرأي والجدل. ويجي بكمل. قال الأخطل خلي عندي فرزق. قال الأخطل يا شر من حملت ساق على قدم ما مثل قولك في الأقوام يحتمل. قال فرزق يهجلده. قال ريض فيه اصبر عليه إن الحكومة ليست في أبيك ولا في معشر أنت منهم إنهم سفل. قال هذه اقبعت والعربي وكذولي اثنين تجمعوا عليه. وجرير يقوم طال عمرك قال حاطين جيدكم في الرجال يوم من هالحالة احتزم بي يا العرابي احتزم بي والله اني معك في دمتين الا تقاضى منهم. قال جرير شتمتما قائلا بالحق مهتديا
عند الخليفة والأقوال تنتظر. قال الأعرابي زدهم. ما عليك، قال ما عليك. تشتمان سفاها خيركم نسبا، ففيكم وإله الزور والخطل. شتمتماه في رفعي ووضعكما، لا زلتما في سفه أيها السفه. والأعرابي يجي خشمك يجري خشمك ديبان ويجون هم بيردون. قال الخليفة ولد لا حد يرد ولا خلاص انتهى الموضوع. استريح جالس عندكم خليفة على ويش استريح. هم يجلسون وياخذ جرير دراهم طال عمرك ويروح للأعرابي. قال هاك. قال الأعرابي والله ما تجيني جرير. قال والله تجيك. ويقعدون يتجادلون ويسمعهم الخليفة. قال الخليفة وش فيها جرير؟ قال يا طويل العمر جايزتي اللي اخذتها منك حطيتها الأعرابي يستاهل. قال الخليفة اشهد بالله انه يستاهل، اعطوه مثلها بعد من عندي. والأعرابي يفتح لها الله. جرير معطيه دراهم والخليفة اعطاه دبلها وطلع هو ذيبان بس قبعها بينهم واخذ دراهمهم وراح الأعرابي حلها. هذا والله علمي وسلامتكم. وانا اعرف دائما اللي يقولون القصص في السناب في نهاية القصة يعطيك الحكمة. انا والله مستحي اقول لكم ان ما عندي حكمة والله، فلا تضغطون علي ابدا اكذب ما عندي. السلام عليكم يا اخوان. احنا عندنا شايب في اخر الحاره ساكن نضول معروف. الشيبان اللي نجوا منه يعلمونا واللي عاد قد لقى حتفه على يده تلقى قد وصى يعني ولا علي. امس لقى الباب مفتوح ودخل. يوم دخلت الخيمه اللي هو جالس قلت استر هلا تقوم بسلم عليه. قال لا بقوم تحسبين ما فيني شيء طلنت بسرعه ما يمديني اقرا شيء ما يمديني اقرا اذكار بس قهوه ويطالع فيني يقول خالك رايد جاي له عيال. طلع يحييك رايد متزوج امس ما يمدي حتى لو يطلبهم ما يجون بالسرعه هذه. قال ايه حطيتوه في قصر غالي وده ينضل. وش الفندق اللي حطيتوه فيه؟ قلت الفندق الفلاني. قال ايه هذه اللي السيارات تدخل في الغرفه. قلت يا اخوي انظر بمنطق وش اللي السيارات احنا ما مسكنين في حوش حنا. قال انت كبر عيالي انت متخرج. قلت ايه والله متخرج وابد لا تعدني الا واحده من عيالك. قال انا عيالي ما يتخرجون. قلت انت اللي تاخذ موضوع شخصي دايم كذا حتى لو بتكسر خاطره ما ينفع. لو تقول لا الفناجيل ذي مجمعينها احنا لاقينها في الشارع. قال احنا ما نلقى فناجيل انتم تلقون احنا ما نلقى. وادخل انا داخل بجيب قدوع وقابل خالي. قلت خالي شو الحل معه؟ قال لي سوي شيء ياخذ من شعره ولا شيء. شعره بلا السحر نسهر. قال ما ادري سوي اي حاجه بس اخذ من اثره. وارجع انا باخذ الفناجيل حقته اغسلها يعني. هو مشكلته ياخذ حاجات من فمه وينطلع في الفنجان. اثره وسخ يعني ودك تصبر على المرض ولا تصبر على اثره ما ويسولف عن الجيش ويعلمك كم كان في الجيش. اتوقع حرب اكتوبر جمال عبد الناصر والقهوه يجي فيه هيل ويتفله. لا تفتح فرشتنا انظلنا بس لا توسخنا. السلام عليكم مساكم الله خير. عندنا اليوم قصه ان شاء الله يا اخوان وانا اعتذر والله بخصوص هذا يعني. هي بالعاده تكون نتيجه اختلاف وجهات نظر بس لها المره كانت غير. هذه كنا معزومين في عشاء وكنت انادي الولد الصغير يجي يسلم علي ومعي فطلعت مفاتيح علشان اغريه ويجي فجاء ولطمني بظفره على عيني وراح. واضح ان المفاتيح تستفزه. نستاهل بعد الله اكبر اذا ما سلم يعني. بس هي يلا على قولة عمي. لا والله قولة عمي ما تنقال بعد هنا. لا المهم هذا مو موضوعنا خلينا نبدا القصه يا فلا. اليوم يا اخوان ما راح اتكلم عن فارس مقاتل ما انا دائما اتكلم لي عن بطل وانا لاطمني ورع على عيني مضروب. فانا بتكلم عن عالم اليوم. نتكلم اليوم عن العالم العبقري ثابت بن قرة. ثابت بن قرة يمشي بين التخصصات طب فلك وكل مجال يدخل يصلح اكتشاف عظيم. يوم انا كان صغير كان يشتغل في الصرافة يود يحسب الفلوس بسرعة يحسبها بسرعة ويطالع في يدك ويحسب الفلوس اللي معك ويقعد يخلص 4 5 في الوقت نفسه. عبقري. وشافه العالم العظيم الخوارزمي علم الرياضيات وطالع فيه الخوارزمي لو يحسب الفلوس يحسب في اليمين ويطالع في فلوس الخوارزمي يدس فلوس هذا ايش جاه هذا ليه. ويجي الخوارزمي قال انت عندك مخ عظيم انت عبقري. استانس ثابت وطالع في فلوس الخوارزمي مره ثانيه يحسبها. قال الخوارزمي خلاص يا ثابت حبيبي خلاص انت عبقري خلاص انتهينا من اخذ الخوارزمي معه ووجه للرياضيات. هو بس محتاج توجيه وجهوني بس وانا ابدا. اكتشف ثابت بن قرة الأعداد الزوجية والفردية والأعداد التامة والأعداد الناقصة. مهد لهم نظرية التكامل والتفاضل. جدد نظرية فيثاغورس. قالوا يا ثابت يا غالي خلاص هد وش رايك تنتقل فلك؟ قال جيبوا كتب فلك جيبوا ما يرد على شيء جيبوا فلك. قرا في الفلك ثابت بن قرة قام يقرا في كتب الفلك وجاهم قال انا حسبت طول السنة الله يرحمك ثابت الله يرحمك. قال لهم ثابت بن قرة طول السنة الشمسية 365 يوم و6 ساعات و9 دقائق و10 ثواني نفس الوقت الحقيقي اللهم ان اخطا في نص ثانية. تخيلوا يوم الف كتب في الفلك وخلص بدا يدرس طب وابدع في الطب. فسمع عنها الخليفة العباسي المعتضد فقال خلوه يجيني هذا عبقري عظيم خلوه يجيني. فزانت علاقته مع الخليفة وسكنها الخليفة بجنبه فصار يجي للخليفة يوميا يمشي مر السوق يروح للخليفة واليوم انه خلص لزومه رجع لبيته. يوم من الايام وهو مر من السوق بيروح القصر الخليفة شاف القصاب محل مسكر والحريم يبكون عنده. قال القصاب وينه؟ قال والله القصاب مات اليوم الصبح. قال ايوه وين وديتوه يوم مات؟ قال عانى في الغرفة هذيك ميت. قال القصاب ما مات. قال كنت شو تقول؟ قال ما مات القصاب مشينا له. هو يروح يمشي ثابت بن قرة للغرفة اللي حاطين فيها القصاب والوادم وراه والبراعين والحريم اللي في السوق كلهم يمشون ورا ثابت يبي يشوف ايش بيسوي. هو يدخل الغرفة. يوم دخل ثابت في الغرفة لهذا القصاب
متسلقي منسدح بالحريم عنده بتسن، قال اطلعين اطلعين، طلعني يا طلعني، يطلع الحريم اللي عندك كله. وثابت يمسك يد القصاب، هو يلتفت وينادي واحد من رجله، قال تعال اضرب بطن رجله. قال لي ثابت جثه، قال يا ولد انا الدكتور ولا انت؟ اضرب بطن رجله، اضربها. وهو يجي الرجال ويضرب بطن رجله ويضرب بطن رجله. قال ثابت زده، قال هو تحمس شوي طمر في بطنه. قال له ثابت يوم حس بالنبض، قال نبض جاء. يوم حس ثابت بس بالنبض، هو يطلع العلاج من مخباه، هو يشرب القصاب والقصاب سنه يشاهق صحى، والواد انهبلت. يوم شافوا الناس القصاب رجع حي، ورع منهم يقوم يعدي في السوق، ثابت يحيي الموتى، وثابت يلحقها بكسكت ويحذف بالحصى، والبرع يصيح. ما قدر يلحق البرع الفسقان هذا، قام يعدي ويصيح في السوق ثابت يحيي الموتى. هم يسمعونها العسكر حقين الخليفه ويوصلون علم الخليفه. قال الخليفه نادوا ثابت، احنا اعطيناه وجه نادوه. والعسكر يجيبون ثابت. قال الخليفه ايوه ثابت تحيي الموتى انت، ها احنا ضحكنا لك شوي وكفرنا خلاص نطلع من الدين نحيي الموتى. قال لا والله يا الخليفه والله لا احيي الموتى ولا شيء ولا كفرت ولا استغفر الله، بس البرع الملقوف هذا اللي راح يهرج. خليني بشرح لك الخليفه ووضح لك السالفه. قال انا وانا امر كل يوم مع السوق اشوف القصاب يحط الكبد نيه ويزودها ملح وياكلها، وطالع فيه اقول ابشر والله بالجلطه قريبه بس احتروها. ونفس نظامي كل يوم اشوفه ويقول جهزت دول جلطه معي. يقول داير ان الهرش هذا ما هو مبطي، يقول اصلا انا كارهه اصلا بس يلا. كل يوم شفت اليوم محله مسكر والحريم يبكون قلت بس جتها جلطه. يقول شفت واحد يضرب بطن رجله عشان تتحرك الدوره الدمويه ويرجع النبض واعطيها العلاج بس. قال الخليفه شوي يا ولد طاب القصاب. قال اي والله طاب بس والله متعودها واكل كبده وملح. قال الخليفه خلاص استهد بالله ثابت. قاهرني كبده. ألف ثابت بن قرة أكثر من 180 كتاب في شتى العلوم، في الرياضة والفلك والرياضيات والجبر وفي الرياضيات وقع نفس الشيء، بس ألف في الأخلاق وفي الهندسة وفي الإحياء. كانت هذه يا أخوان قصة ثابت بن قرة العبقري الله يرحمه. يعني ما كان يلعب بمفاتيح عشان يجيه ورع يسلم عليه يلطم على عينه. السلام عليكم. ممكن يا أخوان ننتقل للقصة على طول؟ يعني في ما شاء الله بعض الناس يعني يقدر يجيب سالفة في البداية بعدين ينتقل لقصته. لا ما تضبط معي، جبت سالفة ما عرفت أوقفها. في عام 390 هجري كان هذا عصر الترجمة، العصر الذهبي للترجمة في العراق، فكانوا يترجمون كتب اليونانيين أرسطو بطليموس جالينوس، يقرون الرجال يدورون علم. مرت من المرات كان الناس جالسين في مكتبة بغداد يقرون الكتب دي حقت اليونانيين، دخل عليهم واحد قال والله أنا أختلف مع نظريات أرسطو. طلعون في باقي من أنت يا الغالي؟ قال أنا الله يسلمكم توني جاي من البصرة اسمي الحسن بن الهيثم. قالوا تعال اجلس عندنا، ويشرح لهم ويعلمهم إنه شخص فاهم شخص مبهر ويذيع صيته في العراق كله. ومرة كان يسولف وقال أنا لو وصل النيل حق مصر بسوي عليه مشروع أخليهم يستفيدون من قليله وكثيره. سمع هرجته واحد من اللي جالسين وراح ونقلها للحاكم بأمر الله، كان حاكم مصر. قال يا طويل العمر أنا جايب لك علم. قال الحاكم وش علمك؟ قال يا طويل العمر في واحد في العراق اسمه الحسن بن الهيثم يقولوا بخلي المصريين يستفيدون من نيلهم قليله وكثيره. قال يا ولد أنت صادق؟ قال لي والله. قال الرجال تكانه؟ ها؟ قال والله الرجال مشهور بعلمه في العراق ولا ندري. قال استدعوه خلوه يجينا. والله يجيهم الحسن بن الهيثم يدخلون على الحاكم يا مرحبا يا ابن الهيثم يلا حيه استرح. العلم اللي جانا صدق؟ قال الحسن والله صدق. قال الحاكم بيض الله وجهك. والحاكم ينادي واحد من العسكر قال اسمع عندك الحسن بن الهيثم اليوم نتغدى لا يغسل يدينه الا في النيل، خليه يشوف المشروع اللي بيسويه. والله ابن الهيثم يروح للنيل طال عمركم معه دفتره ويحسب الامور ويشوفها منه ويجيها منه. الا ماش ما هي اللي في حساباته. هو كان مشروعه نفس فكرة السد، بس المشكلة ما كان فيه إمكانيات في الوقت ذاك، ما في إمكانيات تنفذ المشروع. ويعاين الحسن بن الهيثم في العسكري قال يا ولد بنشدك الحاكم عصبي. قال العسكري والله موت شر. قال لي يرجع الحسن بن الهيثم للحاكم قال الحاكم يا ابن الهيثم بشر ولا كشر؟ قال والله ما ضبطت طال عمرك. قال ايش؟ قال والله ما ضبطت. نادي واحد من العسكر قال ودوه للدواوين، خلوه كاتب عندنا في الدواوين ودوه. قال الحسن يبقى بس السلامة. قال ابشر طال عمرك ويروح الحسن بن الهيثم للدواوين. يقعد الحسن بن الهيثم مع مصرع حقين الدواوين اغبياء وهو عبقري شخص عبقري. يا ولد اندبلت سبده منهم يا ولد جت غلقه. ويطلع من عند الكتاب حقين الدواوين يهوج يسوي عصاه على متنه ويتمشى في الحوش. يا ولد ضايقت بهالدنيا ما ومنها الهواجيس ويسولف مع نفسه ويمر لنا فورة في الحوش ويحط عصاه في الماء كذا يلعب بالعصا في الماء. يوم حاين الا اكتشف له نظريه جديده، نظريه غيرت العالم. اكتشف الحين بوادر نظرية الانكسار اللي هي إله. طال عمرك يشوف الانكسار الصورة في الماء ويجيب العصا ويطلعها ويتأكد. وعين والله جاب النظرية. بس الحين مشكلته كيف يطلع من عند المصرع ذولي حقين الدواوين. يعني الحاكم ما يدانيني ولا المصرع ذولي والله ما ينفعوني. قلبها الرجال في راسه قال والله مالي الا اني اسوي اني مجنون. والله مجنون عشان كذا يطلعوني من الدواوين، هذا الحل الوحيد.
ما درى الحاكم وهو جالس اللي داخلين على حق ندوبين. قال طال عمرك فكنا من حسن من الهيثم ياكل اوراقنا وحنا نكتب الذي ما يلحس ما ادري ايش جاي. قال الحاكم لحوا له قتل الله بالله. قال لي والله مغرب ننزلهم فوق الدواليب الرجال مولي. قال خلاص نادى العسكر حطوه في عزل، حطوه في غرفه الحاله. اخذوه العسكر وحطوه في العزل في غرفه مظلمه. وخرج واحد من العسكر الباب بالسكين فتحه صغيره علشان يراقبه، عشان يراقب ابن الهيثم. ويعاين ابن الهيثم في النور اللي طالع من الفتحه للجدار ويشوفه يقعد يحلله ويجيب نظريته حقت الضوء، النظريه اللي قائم عليها علمنا الحديث ليومنا هذا. قال ابن الهيثم ان الضوء عباره عن اشعه ماديه لها اطوال وعروض من التحليل يعني. وهذا التعريف اللي قاله نيوتن بعد ابن الهيثم بقرون. يقعد كل يوم وهو يحلل، كل يوم يشوف الثقب ذا ويشوف كيف يميل ويحط اصبع. والعسكر عينهم فيه يقول اثر من لح الصدق، اثر رايحين فيها الرجال مولي. بعد مده سمع ابن الهيثم ان الحاكم بامر الله توفى. راح للعسكر قال يا كابتن تراني طبت، والله الحمد لله اني طيب الحين ما ادري ايش جاني بس اني طبت. طلع ابن الهيثم وبدا يكتب كتبه والمراجع لان اكثر مراجع علميه في العالم، منها كتاب المناظر لابن الهيثم. ابن الهيثم اول شخص في العالم يقول ان الضوء طاقه تحسب لابن الهيثم. اول شخص في العالم يشرح تركيب العين البشريه، قال ان العين تعكس الضوء، تعكس من خلال الثقب على الشبكيه فيترجمها المخ. خالف بطليموس الياباني يقول لا العين تطلع ضوء. فكان ناس يجون من الغرب كيف تخالف بطليموس؟ مسكهم ده كذا ودخلهم في غرفه وصك الباب. قال ها تشوف؟ قال لا. قال ليه طيب عينك تطلع ضوء ليه ما تشوف؟ بعد في كتب اليونانيين ان الارض هي المحور والكواكب هي اللي تدور عليها. طلع ابن الهيثم قال غلط يا ولد، انتم مهسترين لاعبين في الدنيا كلها. فضل ابن الهيثم على العالم عظيم، خالف نظريات اليونانيين اللي هم كانوا عند الناس انهم ساده العلم، اثبت لهم ان العلم الحقيقي عند المسلمين. الموضوع يا اخوان كله كان تامل وفكر وراح تكتشف والله يعني. انا ما اكلمكم انتم خلاص فاتتكم الناس كل مخترعه انتم خلاص. لا والله امزح معكم. فكر وتامل واسبح بعقلك، فما مات اهل العلم وهم بما تركوا خلفهم احياء. ترى تعبان على خاتمه هذه يا اخوان. السلام عليكم. في البدايه احب انبه جماعتنا يعني ترى الحلاق حق حارتنا يعرف سوالفنا كلها يعني. اليوم يقول لي ترى سلطان بيتزوج في شهر واحد، بتحضر العرس انت ولا؟ بتيه ان شاء الله بحضر. وانا كل ما جيت اقول نايف تكفى لا تعلمه بشيء اثقل، بس ما اقدر والله يا اخي. هو وجهه طيب مره يا اخي، ترتاح له وتفضفض له على العموم هذا مو موضوعنا يعني. اليوم عندنا قصه وصارت عام 330 335 300 يعني. المؤرخ ما كان حريص ولا انا اللي ناسي التاريخ بالضبط. كان سيف الدولة الحمداني يعامل الشعار معاملة ويعامل المتنبي معاملة ثانية. يحب المتنبي حب غير طبيعي يعني، يعطيه 3000 دينار سنويا. وانقهروا الحاشية اللي حول سيف الدولة الحمداني بما فيهم الشاعر أبو فراس الحمداني اللي هو ولد عم الأمير. قال يا ولد المي بحاله 3000 سنويا على ويش؟ راح أبو فراس الحمداني للأمير وقال له يا الأمير أنت تعطي المتنبي 3000 سنويا يا ولد واجد، لو أنك تعطي 200 درهم لكل شاعر جابوا شيء ما جابه المتنبي. وسيف الدولة طق اصبع قال يا ري يا ولد هذا المتنبي لحاله. قال يا ولد المتنبي ما يجيب لك الا 3 قصايد سنويا، تعطيه 3000 ليه؟ واجد. بعدين يا الامير لاحظ قصايد المتنبي ترى يمدح نفسه اكثر مما يمدحك. تكفى الامير لا تقهرني يا اخي، صح رجال يضحك عليك. وكان ابو فراس بدا يقنع سيف الدولة، بدا يلين سيف الدولة يفكر يقول والله انك صادق يا ولد. طبعا ابو فراس ما يداني المتنبي فيش طل اصلا، ما يداني الارض اللي يمشي عليها المتنبي. والحاشيه اللي مع ابو فراس بدوا يعززون له بس من بعيد يعني من ورا التريلات. قال والله يا الامير احنا ملاحظين بس اننا ساكتين يعني، انت ابخص. والامير يطالع فيهم. يوم جاء المتنبي بعد فتره ويجي بيقول قصيدته للامير، يا ولد اللي ماشي يا ولد القبول ما عاد مثل من اول. والامير ما يعاين فيه ويقول قصيدته. والله يجي اللي بجنبه يتضحكون ينطلون هرج. واحد عاين فيه يقول يا ولد انت الحين واقف خلاص يا ولد توكل على الله. المتنبي ياخذها بشحم وهو يطلع زعلان. والله بيجي عقبها بفترة الا هذا سيف الدولة جالس وعلى يمينه ابو فراس الحمداني والمجلس فيه شعار، الا ما يدرون المتنبي يوم دف الباب عليهم داخل. قال سيف الدولة وش عندك يا المتنبي؟ قال عندي والله قصيدة يعجزون عنها الحوات اللي عندك. قال سيف الدولة قلها. هو يجلس بجنب سيف الدولة هو يقول قصيدته اللي مطلعها واحر قلباه ممن قلبه شبموا، وهم يتسمعون له. لين وصل البيت يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. وأبو فراس يقوم للأمير قال الأمير في ذمتنا البيت هذا مسروق، في ذمتنا مسروق. قال الأمير يا أبو فراس أنت صادق؟ قال لي بالله البيت هذا معروف، هذا بيت هذا الدعبل. يوم يقول ولست أرجو انتصافا منك ما ذرفت مني دموعا وأنت الخصم والحكم. والمتنبي يكمل ما يرمى عليه منه ويقول المتنبي أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورمه. وأبو فراس يزعل البيت في أبو فراس. قال ابو فراس تتجرأ علي يا المتنبي يا خيبان. قال الامير يا ابو فراس هد خلى الرجال يكمل.
كمل المتنبي. قال المتنبي: سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم. وأبو فراس يقوم قال: يا ولد أنت وين لاقينا؟ ها؟ يا الأمير هذا يسوقها علينا، والله إنك كذاب، البيت هذا مسروق بعد. يا ولد احنا في شوارب بريجين هني، لا تمشيها علينا. البيت هذا قال عمرو بن عروة بن العبد يوم يقول: حتى فتحت بإعجاز خصصت به للعمي والصم أبصارا وأسماعا. يا ولد ما تسوقها علينا أنت. كمل المتنبي ما عليه منه لين وصل المتنبي للبيت يقول: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. قال ابو فراس: ايوه وش باقي للامير؟ وش بقيت؟ ما عاد بقيت للامير شيء، خلاص ليه ما نعطيك الاماره انت؟ خلاص يا الامير اذا البيت هذا مسروق يا الامير. قال: بعد؟ قال: اي والله مسروق. والله مسروق البيت هذا. قالها ابن العراق. اي والله يوم يقول: انا ابن الفلا والضرب والطعن والسرى وجرد المذاكي والقنا والقواضب. يعني ترى ما جاب شيء من عنده الامير، ترى قاعد يسرق. كمل المتنبي لين وصل البيت يقول: وما انتفاع أخ الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. وأبو فراس يقوم يرتعد ويلتفت سيف الدولة لأبو فراس. قال: ها وش عندك أبو فراس؟ قال: يا ولد أعطوني سكر جاني انخفاض، يا ولد الجبل، يا المير هذا قاعد يسرقنا. البيت هذا سابق عليه معقل العجلي. معقل العجلي يقول: إذا لم أميز بين نور وظلمة بعيني فالعينان زور وباطل. يعني بالله المتنبي كيف؟ أعوذ بالله من الشيطان. قال واحد من الجالسين وبعد ابن مرة المكي الامير يوم قال: اذا المرء لم يدرك بعينيه ما راى، قال الامير: اقبل وطمك خلاص. كمل يا المتنبي كمل. تجاهل المتنبي منزعل تجاهل سيف الدولة وضاق عليه سيف الدولة. قال: تجاهلني يا متنبي. هو يضربه في المجلس والناس يسكتون كله يعينون فيه. كانت لحظة حزينة. قام المتنبي وقال: إن كان سركم وما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. قال أبو فراس: مسروق بعد بداية البير. خرب الدراما أبو فراس. ويلتفت الأمير قال: ايش قلت؟ قال: مسروق البيت مسروق معروف قبل. هذا قال بشار بن برد. قال الأمير: وش قلت؟ رفع صوتك. قال: بشار بن برد يقول: إذا رضيتم بأن نجفى وسركم قول الوشاة فلا شكوى ولا ضرر. نفس البيت اللي قاله لك. قام سيف الدولة في حزن، عطى المتنبي ظهره ونزل. كانت هذه نهاية العلاقة بين المتنبي وسيف الدولة، وراح المتنبي عاد مصر لين مات انقتل هناك. في النهاية ما حد ينكر أن المتنبي شاعر عظيم وعلم من أعلام الشعر، بس ما مسوين محجرين له يعني. واعذروني على القصور يا اخوان، السلام عليكم. انا ادري ان فئة منكم ودها ان المتنبي يوم نزل الامير سحب الامير وشاله ويحذف على ابو فراس وقام يطلع انهم. انا ادري بس تفاهموا مع المخرج، ما لي دخل انا. السلام عليكم. عندنا اليوم قصة يا اخوان، والقصة صارت تقريبا في 200 ميلادي في بداية الحروب بين ملوك العرب. المقدمة دي في راسي كانت تتحمس، بس يوم قلتها ما ادري ليه ما. كانت رقاش اخت جثيمة الوضاح ملك العرب في العراق تحب واحد اسمه عدي بن نصر، وقالت: يا عدي تزوجني. قال: بنت الجود خليني نقضيها حب بس كذا قز. قالت: لا، روح لاخوي الملك واخطبني. قال: طيب وين جيت وخطبت وقص راسي، ها وش استفدتنا الحين؟ قالت: انت لا تخطب الا هو سكران، عاد ردك وهو سكران فانت ضايع خلاص. راح عدي لقى جثيمه واخوياه جالسين ويشربون، وجلس معهم وصب لهم: اشرب يا الامير اشرب، عندك يا ابو فلان هات كاسك ويزوده. ويوم شاف جثيمه استوى راسه قال: تزوجني اختك رقاش. قال: ازوجك. قال: اشهدوا يا سكارى، شاهد يا. قال: ايه شاهد. قال: ديبان هات كاسك. وبعدها ب3 ايام عدي داخل على جثيمه الملك. قال الملك: الله 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 يا عدي وش اللبس الزين وش عندك؟ قال: والله اني متزوج طال عمرك. قال: ما شاء الله ما علمتنا. قال: من تزوجت يا عدي؟ قال: والله متزوج اختك طال عمرك، وانا والله اني استاذن الحين. هو يروح وجثيمه جالس يطالع يتلفت. انحاش عدي بن نصر، خلاص راح على الوجه، وذي الرقاش حملت منه. ومرت السنين مرت السنين 9 شهور وجالها ولد. وش مرت السنين؟ ولدها سمتها عمرو. ويوم كبر وهو يتلبسه ويتزينه وهو يدخل على خالها الملك. قالت: هذا هو ولدي عمرو. قال: مرحبا يا ابن اخي، يا مرحبا يا ابن اخي، ويضمك كأنه واحده من عياله. وهم يطلعون للصيد، وعيال الملك جثيمه كل ما صادوا شيء ياكلوه، الا هو اذا صاد شيء يحفظه. وجاء عند الملك قال: هذا جنايا وخياره فيه، اذ كل جاني يده فيه. قال الملك: بعدي والله يا ابن اخي، بعدي والله تنومس. قال: اعطوني طوق من فضه. هم يعطونه طوق من فضه، هم يحطون على راس عمرو بن عدي، وهو اول عربي لبس الطوق. مرت الايام وانجن عمرو بن عدي الغليم ذا. قالوا تلبسته الجن وانحاش اختفى. ودور جثيمه دوره ما لقاه. مرت السنين، هم يجونك تاجرين، واحد اسمه مالك واحد اسمه عقيل من الشام يبون العراق، يمشون مع الصحراء ويطلع لهم الرجال هذا اللي شكله يروع شعره ولا يدرون من هم. وكانت معهم جاريه اسمهم عمر. قالوا: يا عمر روح شوف الرجال ذا وشنو هي تروح تناديه. قالت: تعال اللي شعره طويل وظافره طوال جلسه عندهم عند النار. وام عمر تصب كاسه شراب طال عمرك وتعديه وتعطيه مالك، وتصب الكاسه الثانيه وتعطيه عقيل، والطنشه ما اعطته شيء. عمره قصتي فيها خمر واجد استغفر الله. والرجال يقومون
هذا الرجال عندهم داهية. قال وانت من؟ قال انا عمرو بن عدي. قالوا يا مرحبا ابن اخي الملك. يودن طبرك وسخ كذا، يمسكونه يغسلونه وينظفونه وهم يودونه الجثيمة، وجثيمة يطير به ويجي بيحط الطوق على راسه لو زد صار هرش كبير. الطوق مزرعة يدخل. قال شب عمرو عن الطوق. كان جثيمة في وقتها توه منتصر على عمرو بن ضرب بن حسان ملك الشام، ومستلمة بعد عمرو بنته المزيونة الزباء. الملكة الزباء كانت من أجمل نساء العرب، جمالها ساحر، وسميت الزباء عشان شعرها طويل. يعني ما أنا في التفاصيل بس إنه طويل يعني مرة. وارسلت الجثيمة قالت يا جثيمة خلنا ننسى اني قتلت ابوي يعني ونفتح صفحة جديدة. وش رايك انا وياك نتزوج يعني نجمع مملكتين للبعض؟ يعني انا والله لو ادور في الرجال ما القى مثلك. وهي ناويته تبى تقاضى. يوم قرا الرسالة ديبان وهو يجي هالبلاء الزباء ومزيونة. قال لي يا رجال تكفون، ها وش رايك ما اروح. وهم كانوا جالسين في بقة ذي على شاطئ الفرات. قالوا يا هاي ما يبالها نشتة مطوع يا رجال. راح تتزوجها واجمع المملكتين مع بعض بس روح. وهو يقوم مستشاره اسمه قصير بن سعد. قال رأي فاتر وغدر حاضر، يعني لا تروح. أو العبارة هذه صارت مثل عند العرب. قال لا والله بروح. راح قصير معه. يوم وصف الطريق والملك يلتفت قال قصير ها وش الرأي؟ قال قصير ببقة تركت الرأي. زعلان نفس قصير وصارت مثل بعد هذه. قال جثيمة عادي خلاص قصير خلاص ها وش رأيك بس؟ قال والله اسمع طويل العمر، إن مشوا قدامك فرسانها فهي صادقة، وإن مشوا بجنبك فهم بيغدرونك. يوم جو فرسانها طال عمرك هم يمشون بجنبه، ويجي بيحوص بينهم وهم يمسكونه طال عمرك، هم يودونه للزباء. غدروه مسكوه ربطوه عند الزباء. يوم دخل عند الزباء وهي تطعنه وتحط إناء تحته. قالت لا يضيع من دم شيء، يقولون دم الملوك علاج للكلب. قال هو دعوا دما ضيعه أهله. انحاش قصير ورجع للعراق ودخل على عمرو. ويقوم عمرو قال خالي وينه؟ قال غدرونا الرجال تكفى تقاضي يا عمرو. قال كيف تقاضوا هي بعد من عقاب السماء؟ قال قصير أنا أعلمك. قال قصير اكسر خشمي ودق ظهري. قال عمرو والله ما اسويها. قال اجل خل دم خالك يبرد. قال تعال دق خشمك الحسبي الله عليك تعال. ويدق خشمه. وقالت العرب لأمر ما جدع قصير أنفه. يدرون في موضوع خطة. العرب ذولي فاضيين غير يسوون أمثلة من اليوم. راح قصير وهذه كانت خطته، خشمه مكسور وظهره مدقوق للزباء. وقال يا الزباء عمر ضربني وكسر خشمي يحسبني أنا اللي غادر خاله، والله ما لي مكان إلا قد عندت. قالت الزباء يا مرحبا وخلت قصير عندها. والزباء ذكية أرسلت واحد من رسامينها للعراق وقالت ارسم لي عمرو بن عدي بالضبط. أبطأ قصير هو عند الزباء لين وثقت فيه. ويوم من الأيام جاها قال يا طويلة العمر عندي بضايع وأغراض في العراق، ارسلي معي جمال أجيب بضايعي وجيت. قالت الله يسهل لك يلا. يوم وصل قصير للعراق وهو ينادي عمرو بن عدي قال تعال جيب لي طيب رجالك يلا، ويركبهم في الجمال على انهم بضايع ويركبهم ولد لا احد ينسى سيفه يا عيال وياخذهم ويحطهم. ويوم اقبل قصير على الشام هو راجع قال انا الحرس يلا دخل رجلك يا ولد هي رجلك. هو يدخل طال عمرك يسلم على انها بضائع مدخلها القلعه. وفي الوقت نفسه كانت الملكة الزباط طلع في الرسمة حقت عمرو بن عدي وعرفت شكله. الا قصير فساح حقت القصر ينوخ بعرينه بجنب واحد يقول انك تهمتي ولد قال الصوص تطلع على اصبع. ويوم شاف قصير الملكة فساحة هو يضرب البعير. يوم ضرب البعير طال عمرك عمرو بن عدي يطمر ويطمرون الرجال ويروح يجيها عمرو يعدي. يوم شافت الرجال جايها عدي وهي تلتفت على الحرس الا الحرس بعيد. هو تفك اسم من خاتمها وهي تشربه وقالت المثل المشهور بيدي لا بيد عمرو. ماتت الملكة الزباء من العزة والكرم اللي فيها ما خلته هو اللي يذبحها. رجع عمرو بن عدي للعراق وصار ملك وجاء من ذريته نعمان بن المنذر اللي سبب معركة ذي قار. كانت هذه يا اخوان قصة من قصص ملوك العرب والله يعذرون على القصور. واللي بده يكمل الاحداث يلقاها في كتاب الكامل في التاريخ. ترى ما هي بداية للكتاب ترى رايه متوفي له 1100 سنة الله يرحمه.